رايك؟ مبدئيا حاب انوه على عده اشياء قبل لا نبدا بالفيديو. اول شغله كل شيء بالفيديو بنفسجي، ما اعرف ليش لابس بنفسجي والخلفيه بنفسجي وكل شيء بنفسجي. وثاني شغله انا ادري لابس حاجات غريبه، لازم تتعودون على هذا الشيء بهذا البرنامج باذن الله. بكل فيديو لازم اطلع بسكين جديد او بشخصيه جديده او whatever. والشغله الثالثه والاهم، شنو هالبرنامج؟ باختصار انا راح اتكلم عن جميع دول العالم مو بس الدول العربيه. انتم تعرفوني انا مشهور بسوالف الدول العربيه، ولكن لا، قررت اني اتكلم حاليا عن جميع العالم. والفكره كالاتي، راح نتكلم عن الدوله تاريخها وكيف صارت وكيف بدات، وبعدين راح نتكلم عن اغرب القوانين والاشياء اللي تحصل بهاي الدوله، بعدين راح نتكلم عن سوالف الداركيون. المهم هي فكرة البرنامج دارك حول العالم، راح اتكلم عن 200 دولة في 200 حلقة في 200 مقطع لجميع دول العالم ان شاء الله بقناة اليوتيوب. يلا جهز نفسك وانا حجهز سيفي. ممكن تسألني ليش تستخدم سيف بمقطعك؟ هذا عشان نقطع الشك باليقين. أمريكا مو مجرد دولة، أمريكا بنيت على الحرب والدم والخراب والخيانة. وعشان نعرف كيف بدأ كل شيء لازم نرجع لعام 1492. هذه هي السنة اللي تم اكتشاف فيها أمريكا من قبل شخص اسمه كريستوفر عبد السلام قرنفل. بصراحة اسم عبد السلام قرنفل من عندي، بس هو اسمه الحقيقي كريستوفر كولومبوس. معلش يا جماعة اسمه صعب، اسمه كريستوفر كولومبوس، هذا الاسم الصحيح، بس لأن اسمه صعب وطويل راح نسميه كريس. anyway، فأخونا كريس هذا أو يمكن مو أخونا ما أدري، يقول لك أول ما اكتشف أمريكا كان يحسبها الهند. يعني أنت تخيل تروح السينما تريد تشوف فيلم البوليوود فبالغلط تشوف فيلم الهوليوود. المهم اخونا كريس او يمكن مو اخونا، اول ما دخل امريكا اكتشف انه كان في قبائل اللي يسموهم حاليا الهنود الحمر. طبعا هم مو هنود ولا حمر، بس مثل ما قلت لكم هذا الحيوان كان يحسبها الهند، فعشان كذا سماها الهنود الحمر. يعني تخيل تكون انت قاعد بالجزائر يجيك واحد من اخر الدنيا يا صاحبي ويكتشف ارضك، اول ما يكتشفها يحسبك انت سعودي. يبا السعوديه باسيا وانا بافريقيا. المهم حبيبنا كريس او يمكن مو حبيبنا، اول ما اكتشف امريكا وصل الخبر لفرنسا واسبانيا وبريطانيا. المهم هذول الدول الثلاثه اول ما دخلوا امريكا صاروا ياخذون الاراضي، يبيعون اراضي، كانوا داخلين بصفقه عقاريه. يعني مثل ما يقول لك متى اراك توزع من مال امك، اراك توزع من مال امك. طبعا بريطانيا اللي هم الانجليز طبعا يعني ما يفوتون هيج فرصه، لذلك سوى 13 مستعمره بريطانيه داخل الاراضي الامريكيه، وصاروا يجيبون ناس فقراء من اوروبا حتى يقعدون يشتغلون بهاي المستعمرات ويكبروها اكثر. فالناس هذه كانت قليله، فشنو سوت بريطانيا؟ وقف كذا الرئيس البريطاني، شاف انه ما في حد، قال يلا جيبوا لنا عبيد من افريقيا، وصاروا يجيبون ناس مكبله بالسلاسل من افريقيا الى امريكا. هسه على الاقل بهالوقت اكو سياره طياره في مكيف، قبل مساكين كانوا ياخذوهم بالسفن مثل البضاعه كانك شايل شوال بطاطس. المهم مرت السنين والمستعمرات كبرت 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 لحد ما اخر شيء المستعمرات طالعت كذا لبريطانيا وقالت نحن ليش ندفع ضرائب لبريطانيا؟ نحن نصير بريطانيا. هلو هاي شنو هاي؟ يعني شنو بريطانيا؟ امي انا اريد اصير دوله لحالي. وهنا انطلقت شراره الثوره اللي بدا فيها كل شيء. 13 مستعمره بريطانيا قامت بثوره عام 1775 كان اسمها ثوره الاستقلال. بعد سنين من الدم والقتل والحروب طلع شخص اسمه جورج واشنطن واعلن رسميا استقلال الدوله، وانولد كيان اسمه الولايات المتحده الامريكيه، والتي تعني امريكا شيكا بيكا. امريكا شيكا بيكا. ولكن في ذاك الوقت ما كان في حقوق للنسوان، والناس اللي كان لونه اسود كانوا عبيد، والناس اللي كانوا السكان الاصليين الهنود الحمر كلهم ماتوا. يعني هي كانت متحده بالاسم بس. فمن هنا امريكا شيكا بيكا صارت تتوسع من نيويورك الى كاليفورنيا، صارت تشتري اراضي تبيع وكذا، وقاعد تتطور لحد ما اشتعلت حرب ثانيه مره ثانيه بين شمال امريكا وجنوب امريكا. وهذه الحرب كانت بسبب موضوع العبوديه والناس السود والى اخره. وطبعا الشمال فاز ولغت العبوديه رسميا. طبعا صح لغت العبوديه بامريكا، لكن مثل ما تشوفون الى الان في عنصريه بخصوص موضوع السود والى اخره، واعتقد هذه مثل اعراض الحرب اللي فاتت يعني. المهم امريكا شيكا بيكا دخلت القرن العشرين مثل الوحش الجوعان، مصانع قطارات مباني وكل شيء كان يتحرك كان عليه ضريبه. باللحظه هذه صارت الحرب العالميه الاولى، وامريكا ما دخلت بالحرب الى نهايه الحرب. وتذكر كلامي هذا راح تعرف ليش. دخلت بنهايه الحرب اخذت الكيكه وطلعت مثل الطفل المدلل. بعدين صارت الحرب العالميه الثانيه اللي سواها هتلر بالمانيا. طبعا هتلر والمانيا هذا موضوع راح اتكلم به ان شاء الله في حلقه المانيا من دارك حول العالم المانيا. المهم تذكروا كلامي قبل شوي لما قلت لكم امريكا بالحرب العالميه الاولى دخلت اخر الحرب، سوت نفس الحركه بالحرب العالميه الثانيه حقت هتلر، دخلت باخر الحرب. وهنا امريكا شيكا بيكا صنعت اول قنبله نوويه اللي رمتها على هيروشيما في اليابان. ومن لحظه هالانفجار النووي رسميا امريكا شيكا بيكا صارت دوله عظمى. وهذه هي امريكا شيكا بيكا، انولدت بالغلط وتربت على الدم وكبرت على الطمع. وهذه كانت قصه امريكا بشكل مختصر، كلها بدات بسبب هالحيوان كريستوفر كولومبوس قرنفل اللي اكتشفها. ليتك رحت اكتشفت. وهسه خلونا ننتقل للفقرة الثانية وهي غرائب الدولة. خلصنا من قصة الدولة ننتقل للفقرة الثانية. كل فيديوهاتي راح تكون على نفس المنهج، نحكي قصة الدولة، بعدين نحكي فقراتها، بعدين بالنهاية نتكلم عن فقرة سواليف الداركيون. وفقرة غرائب الدولة يقول لك بأمريكا بألاسكا تحديدا ممنوع تدخل بار تشرب وانت سكران داخل البار.
يعني اذا دخلت البار وانت سكران يطردوك، واذا دخلت البار انت مو سكران بس شربت داخل البار وصرت سكران برضه يطردوك، يعني على حالتين انت مطرود. وبولايه تينيسي ما ادري اذا قلتها صح، انا تينيسي وريفر، في قانون يقول لك ما ينفع تشارك كلمه السر تبع نتفليكس مالتك مع اي شخص ثاني، لانه هاي تعتبر جريمه يحاسب عليه القانون. يعني انا مشارك كلمه سر نتفليكس مالتي مع 5 اشخاص، يعني انا اذا لو شاركت بامريكا بروح مؤبد. وبولايه ايداهو ما ادري برضه اذا قاعد يقولها صح لو لا، يقول لك هناك ممنوع تاكل لحم البشر الا بالحالات القصوى. ما ادري شنو هي الحاله القصوى اللي تخليك تاكل لحم بشر، لكن ما استغرب اي شيء عن امريكا. وبولايه الباما اللي قريبه من اسم اوباما يقول لك ممنوع انك تحط شوارب مزيفه اذا انت داخل كنيسه، يعني تدخل كنيسه وانت حاط شارب مزيف، يقول لك يعني عشان اللي قاعدين بالكنيسه ما يضحكون، يعني تسبب الضحك في مكان مقدس. يعني ما ادري هل هذا يضحك؟ بالعكس انا اشوف انه ما شاء الله، يعني ان كنك زلمه بتحط لايك برجليك. يا اخي شكلي طالع مثل ماريو. معليش يا جماعه شكلي طالع مثل ماريو، بس راح نكمل الى نهايه الفقره بهذه الشوارب حتى اثبت لكم ان الموضوع ما يضحك. يقول لك بولايه لويزيانا مدري شنو اسمها ممنوع ترسل بيتزا لشخص بشكل مفاجئ. يعني مثلا انا اليوم اشتهيت بيتزا، البيتزا وتذكرت صديقي اللي يحب البيتزا، البيتزا فانا حبيت افاجئ صديقي وارسل له بيتزا. البيتزا صديقك هذا لو ما حب المفاجاه يقدر يرفع عليك دعوه قانونيه، جريمه مثبته، وتدفع غرامه $500 وكله عشان بيتزا. البيتزا والله لعن ابوك، لابو صديقي، لابو البيتزا، لابو حتى الشارب اللي شنو هذا؟ ما ادري يا جماعه والله، بس احس تعودت على الشارب. ما ادري، يمكن اسوي حلقه كامله بهذا الشارب، انا بصراحه حبيته يعني، بس نريد نكمل يعني ما نظل بالشارب. وهسه ننتقل للفقره الاخيره من برنامج دارك حول العالم، وهي فقره سواليف الداركيون. راح اقرا سوالفكم وتعليقاتكم والاشياء اللي حصلتكم في امريكا او اشخاص حصلت لهم مواقف انتم تعرفوها فكتبتوا لي اياها. بس قبل لا نبدا هاي، لان اول حلقه ما راح اطلع يوزرات الاشخاص اللي كتبوا ولا صور ولا شيء، راح اطلع فقط المسج تبعهم، ولكن باذن الله الحلقه الجايه اي تعليق انتم تكتبوه في هذا المقطع راح يظهر كامل، هو واليوزر واسمك وصورتك والى اخره. دا يقول لك ابن خالي رايح امريكا وكان دائما ياكلوا نفس الاكل من مطعم، الى ان سال عربي عن نوع الاكل فقال له ان هذا الاكل من لحم الخنزير. يا جماعه هذا موضوع لحم الخنزير منتشر كثير بامريكا طبعا، او بدول الغرب بشكل عام. عشان تاكل شغله وتتاكد انه هي حلال راح يكون مكتوب عليها حلال. او بس لحظه يا جماعه، انا دائما افكر بهذا الموضوع انه اللي يكون مكتوب عليه حلال، شنو اللي يمنع الشركه انها تسوي من لحم الخنزير وبرضه تكتب حلال؟ يعني هذا مو يعني كلمه حلال ما هو اثبات، يعني انا ما اعرف. ديم والله هذا الموضوع لازم نتكلم عنه. ما علينا، المهم تاخذون حرصكم بهذه المواضيع. تعليق ثاني يقول لك الشيء الوحيد اللي اعرفه عن امريكا انها مقاطعه. استهدي بالله يا اخوي. انا فهمت شنو قصده، هو يريد يقاطع يعني المنتجات الامريكيه، بس الاخ هنا قاطع الدوله كلها. هاي تقول لك رحت امريكا على ما وصلت بالزور، بعدين اتفاجأ انه امريكا ما طيبه فدرت راسي ورجعت. شوفوا اول شيء اذا ما فهمتوا المقصد من اللهجه يعني انه هي راحت على امريكا بعدين شافتها انه مو كويسه مو حلوه، يعني ما عجبها الموضوع فرجعت. والسبرايز بالموضوع ان اللي كتب هذا الكومنت هي امي الوالده الله يحفظك. انت متى رحتي امريكا؟ لا لحظه كذا اوكي مسيو الوالده، انت شلون رحتي امريكا يعني؟ واذا رحتي امريكا انا وين كنت؟ تحياتنا للوالده، طبعا هي تمزح ما راحت على امريكا، او يمكن راحت وانا ما ادري، والله ما ادري، بس يمكن ما. يما هاي اذا قاعد تشوفين الفيديو، صديقة اختي امريكيه جزائريه درست في امريكا، قالت يخرجون في الشارع بشنو؟ لا اسمحوا لي لا تخلوني انا بخيالي واسع قاعد افكر، رجاء اكتبوا لي شنو بشنو، لانه انا اذا خليتوني مع نفسي راح افكر باشياء. كنت ماشي عادي، بعدها وقفتني ست عجوز وسالتني على مكان بس انا ما فهمت وين، فقلت اسم مكان عشوائي وطلع مكان قليل ادب. كيف يكون مكان عشوائي وفي نفس الوقت قليل ادب؟ شنو هاي الصدفه هذه الا لما تكون انت رحتي على المكان القليل الادب. اذا كنت تريد تروح لجوء لامريكا فتحتاج 5 اشخاص يتكفلوك عايشين هناك. هذا من الشخص هناك قال لي 5 اشخاص ايش دعوه يبا؟ شنو راح نفيز الجنه حبيبي؟ 5 اشخاص، تخيل هسه ال5 اشخاص اللي تكفلوك واحد منهم صارت مشكله مع طرف ثاني من ال5 اشخاص. يعني مثلا انت عندك 5 اشخاص، 4 كويسين والخامس مو كويس، هذا الخامس صار يسوي مشاكل مع واحد من ال5 هذول فصاروا 2 قاعد يتمشكلون. انت شنو وضعك؟ انا اعرف ناس عندهم كفلاء يطلع ميتين اهله يحاول يرضي كفيله وكفيله ما يرضى لك. تخيل انت يكون عندك 5، انت لازم شلون ترضيهم هذول؟ شو تسوي لهم يعني؟ ما ادري شنو صحه هذا الموضوع انه يكون في كفيله وكذا، ما بحث عن الموضوع، بس امريكا شيكابيكا احب افلامها بس مع ايموجي الذئب وقلب وردي ما ادري ايش دخل. بس المهم افلام امريكا بصراحه يعني من وجهه نظري انا اي افلام كانت بالتسعينات او بالالفينات، الالفينات اللي هي من 2000 الين 2000
17 مثلا او 2018 ماكسيمول هي افلام كويسه، ولكن من بعدها بولشيت، لانه الافلام مثل ما تلاحظون حاليا كلها بيها افكار يو نو وات اي ام سيد، فمش قصدي افكار هذا ما. المهم يا جماعه بكذا نكون وصلنا لنهايه الحلقه. هذه كانت اول حلقه من البرنامج، كل حلقه وحلقه راح يتغير، راح يصير فيها اشياء متطوره اكثر، راح اجيب كاميرتين يمين ويسار حتى اقدر اطالعكم بكل الجهات وكذا. اعطوني رايكم، وبنفس الوقت لا تنسون تكتبوا لي تعليق عن الدوله الجايه، لانه الدوله الجايه راح تكون السعوديه، فلا تنسون تكتبوا لي بالتعليقات بهذا المقطع شنو الاشياء اللي حصلت معك بالسعوديه او حصلت مع صديقك، مواقف مضحكه مرعبه مطرفه والى اخره. وحلقه السعوديه راح تنزل باذن الله يوم الجمعه، لانه هو هذا جدول برنامج دارك حول العالم، كل جمعه حلقه جديده. كان وياكم دارك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.